في ناس في الفترة الأخيرة بتهاجم القراءات العشر بدون أدلة، وإحنا واجبنا كمتخصصين إن نوضح تلك الأمور. أولا، ليه القراءات العشر اتسمت بهذه الأسماء؟ اتسمت بهذه الأسماء كنافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وهكذا، لأن هؤلاء الأشخاص اشتهروا بتلك القراءات. زي الإمام نافع مثلا، كان أستاذه الإمام الهزلي، لكن هو اشتهر عن أساتذته فسميت القراءة باسمه. زي الشيخ الشعراوي مثلا، اشتهر بتفسير القرآن الكريم، تفسير الشعراوي اتسمى التفسير باسمه، مع إنه هو مش جايب التفسير ده من عنده، جايبه من أساتذته فاشتهر عن أساتذته. زي الشيخ عبد الجليل عيسى، أستاذ الشيخ الشعراوي، لكن الشيخ عبد الجليل عيسى مش مشهور، لكن الشيخ الشعراوي هو اللي اشتهر بتفسير القرآن وهكذا. طيب القراءات من أين أتت؟ أتت من النبي نفسه عليه الصلاة والسلام، والنبي أخذها عن جبريل عليه السلام، وجبريل أخذها من رب العزة سبحانه وتعالى. إذا القراءات العشر مش جاية من عند الأشخاص دول، جاية من المولى سبحانه وتعالى، وهم تلقوها عن أساتذتهم متصل السند بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. والقراءات العشر لها أسانيد متصلة بالنبي من عهد النبي إلى عهدنا هذا، ولها طرق كثيرة. زي الإمام الشاطبي ما بيقول: لهم طرق يهدي بها كل طارق، ولا طارق يخشى بها متمحلة. يعني لا يستطيع أحد من حمل تلك القراءات أن يخشى أن يطعن فيها أحد، لاتصال سندها بالنبي عليه الصلاة والسلام وكثرة تلك الأسانيد. وهناك أيضا سؤال مثل: ليه القرآن له قراءات متعددة؟ القرآن له قراءات متعددة لأن لهجات العرب كانت متعددة. زي إحنا مثلا في مصر، هناك لهجات كثيرة كلها مصرية لكنها متعددة ومختلفة. زي اللهجة الإسكندرانية تختلف عن اللهجة القاهرية، تختلف عن اللهجة الصعيدية، تختلف عن كذا وكذا وكذا، والبورسعيدية وهكذا. فالعرب كانوا كذلك، لهجاتهم مختلفة وطريقة كلامهم مختلف، فأتت القراءات مختلفة بناء على اختلاف وتعدد تلك اللهجات.